صباح النور عليكم خوت العزاز الغاليين. نتمنى هذا الفيديو يلقاكم بصحه جيده وعافيه، ونتمنى اللي شاف هذا الفيديو خوتي العزاز يعطينا لي لايك وكثروا من التعاليق اسفل الفيديو فضلا وليس امرا، باش يطلع الفيديو خوتي العزاز باش يتشاف عند بزاف ديال الناس. ولهذا خوتي العزاز يعني ما غاديش نطول عليكم في المقدمه، بخصوص ان الموضوع مهم جدا. وهناك اعترافات خوتي العزاز، واش غنقول لكم، يعني اعتراف سيد المواقف خوتي خواتاتي. المهم غادي نهضروا على سميره، شنو قالت في اللايف ديالها البارح. ضربات في يعني في الاعراض ديال يسرى، وقالت بان خالتها ما ضربات ما حتى شي حاجه، بل غير ان كانت لبنى كتكذب وكانت تغوت. والمهم راكم سمعتوا يعني الكلام اللي قالت، ما عليناش خوتي العزاز. سميره البارح قالت بان درت واحد الغلط اللي هو ان خرجت وبديت كنسرسر، يعني بديت كنعاود وما غطيتش وما سترتش. يعني اختي سميره هي اللي خرجت وفضحات خوتي العزاز يعني اختها، قالت بان راها اختها ضربات اخوتي العزاز وتعدت على لبنى. وحاجه واحده اخرى، يعني فاش نرجعوا للفيديو ديال يسرى، واحد النقطه اساسيه اللي ما لاحظناش خوتي العزاز، لبنى كانت غاده بحالها، جات الاخرى عيطات عليها. اذا هنايا خوتي العزاز شكون اللي عيط الاخر؟ ها راه الاخرى يعني اللي عيطات لبنى وقالت لها اجي عندي، وفاش جاو عندها ربما يعني ناض المناقشه بيناتهم حتى ناض الضرب. ويسرى قالت بان كانت بعيده عليهم، ولكن سمعنا يعني الصداع ولقينا الاخرى طايحه في الارض. يعني كلام اخوتي العزاز ما واضحش بصراحه. وكاين المهم كاين شي حاجه يعني مغطيه، وهذا الشيء المهم اللي لاحظته، هذا الشيء انا اللي فهمت اخوتي العزاز. ولكن يعني سميره ورقات كل شيء وفضحات المستر كما تنقولوا. والبارح خوتي العزاز يعني كانت تاكلهم راسها على داك اللايف اللي كانت تقول بان راه ضربوها وشووها وداو لها التليفون ومرمدوها وعطوها قطله ديال العصا. المهم قالت لهم بان هذا الشيء اللي كاين، وقالت لهم راه هذا الشيء يعني كاين. وهذا اعتراف اخوتي العزاز يعني من الاخت ديالها، هذا اعتراف. كاين شي متابع غادي يقول لك بان ما كانتش معاه، مي ما كانش اخوتي العزاز. باش عرفات وعاد قالوا لك راه كانوا جوج وحدين اخرين اللي يعني اللي زادوا تهجموا عليهم، ما نقدروش يعني ما كاينش يذكرهم، ولكن الله اعلم واش جوج بنات دوك البنات اللي على بالكم الاخرين ولا الله اعلم، يعني ما عرفناش حنايا شكون. ولكن يعني هاد كوثر يعني هي اللي تهجمت على لبنى. وهذا الشيء يا خوتي يعني كيخاف بنادم، كيخاف القانون تيعاقب عليه القانون خوتي العزاز. واش نقول لكم انا، يعني اش نقول لكم، يعني ماشي غير لبنى اللي كتهضر، وماشي انني خارجه انني كندافع عليها، كلشي تيهضر في اليوتيوب، وماشي غير بوحدها اللي كتهضر في اليوتيوب. ولكن اخوتي العزاز باش ان تولي ان يعني البالطاجيه راه عيب وعار والله العظيم. بخصوص ان راه واحد طالع في اللايف وتيعترف بان راه داكشي اللي دار راه حقيقي، راه يوم يغطيو لك الشيء وكني راه حقيقي. باش نجيو للصراحه، يعني لبنى تعداو عليها وضربوها، ويعني هادشي واضح، واللايفات ديالها شاهدين عليها بان يعني تعداو عليها. لحقاش العنوان اللي دارت بان كتبات قالت راه القرده يعني راها اليوم في المستعجلات، وبدات تتعاود الاطوار ديال الهجوم، كيفاش تهجموا عليها وكيفاش يعني داو لها وشنو، كيفاش هرسوا لها التليفون وكيفاش ضربوها. والمهم اش نقول لكم، شلا حوايج وكثير يعني قالوا غير قليل، اما الكثير راه مغطي، ولكن كلشي دابا يتفضح. والبارح قالوا بان بعض المتابعين ديال سميره بداو تيلوموها، قالوا لها بالله علاش كتخرجتي هاد الخرجات باني باغا يعني باغا تغرقي اختك. قالت لهم يعني تسرعت، ولكن انا بغيت نقول لكم يعني غير الحقيقه وهذا الشيء اللي كاين. ولكن خوتي عزاز يعني اللي ورط كوثر هي سميره بديك الخرجه اللي دارت، وسميره هي اللي خرجت يعني بديك الخرجه ورطت كوثر، هذه هي الحقيقه.
اما هذا الشيء هذا ما خاصوش يكون، وما خاصوش يعني يدار كاع بصفه عامه. والله العظيم حشومه خوتي العزاز، والله الا حتى حشومه باش نبقاو نشوفوا بحال هاد الحالات. يعني نشوفوا هاد التهجم هذا يعني على المباشر، وتيخرج الانسان تيعترف على راسو. راه ما يمكنش اخوتي. هاد لبنى مشات بان تشوف راجلها ودات بنتها الصغيره حتى تولي في واحد المشكل كبير مع خت مع خت مرت راجلها. راه مشكل كبير. السيده مشات تشوف راجلها ودايه بنتها حتى صدقات في المشاكل وفي الصداعات وفي الضرب يعني في التهجم. لا هو التليفون تهرس، لا هو التليفون ما. راه حشومه، والله حتى حشومه بالله العلي العظيم. كما قلت لكم خوتي العزاز، يعني غادي تقولوا لي لبنى شحال من ديفويات دارت وشحال من خرجات خرجت بهم خايبين وشحال وشحال وشحال. ولكن خوتي العزاز يعني حتى واحد ما معصوم من الاخطاء، حتى واحد ما معصوم من الاخطاء. كلشي تيخطا في هذا اليوتيوب المغربي، كلشي هذا. ولكن يعني تنهضروا حاليا على دابا، يعني هاد التهجم اللي تهجموا عليهم هاد العيالات هادو. راه هادشي راه ما خاصوش يكون اخوتي العزاز. وكاين شي حاجات مثل القضاء في البلاد واللي تضر ماشي حاجه يتجه القضاء. هذا هو اللي تنعرفوه. اما هاد السيده هادي وهاد التهجم هادو راه يعني ما خاصهمش يكونوا. اما لبنى شحال من خطا هي انا متفقه. شحال من واحد غادي يقول لك بان شحال من خرجات خرجات وشحال من اخطاء دارت وشحال 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 فعلا. ولكن يعني هنايا ضد يعني الانسان يخرج يعني ياخذ حقه بيديه. كاينه شي حاجات مثل القضاء. وتيبان لي حتى خوتي العزاز يعني حتى البنات يعني متصالحين مع امهم. هذا ماشي عيب، ماشي نقولوا حنايا علاش تصالحوا مع امهم. يعني الصراعات في اليوتيوب ومع الوالدين والابناء يعني شي حاجه اللي خايبه بزاف، شي حاجه اللي خايبه بزاف. وما تيشرفش يعني الاسر المغربيه، وما تيشرفش حتى اليوتيوب المغربي. حنا ما غاديش نقولوا، حنا بغينا نقولوا بركه من ديك المهزله ديال عطيني نعطيك في اليوتيوب الولاد مع والديهم ولا مع يعني هادشي ما بغيناش حنا. هذا صلح كما تنقولوا دائما، يعني صلح خير الا تصالحوا مع ماماهم ماشي عيب. نتمنى يعني ما يصافي يكون هادشي يعني هذا سنة. لحقاش ما بينوش هما تيبينوا بانهم مصالحينش، وهما فعلا في الواقع راهم مصالحين مع امهم. حشومه خوتي انا مسكينه يعني مشات تشوف الزوج ديالها في وسط السجن ما بين 4 ديال القضبان، وما بين يعني ما بين 4 ديال الحيوط عفوا، ما بين 4 ديال الحيوط. ويعني ودات بنيتها باش انها تمشي تشوف يعني الزوج ديالها. حتى صدقات اخوتي العزاز يعني فيه مشاكل. وما حيت داك الراجل الله يحسن العوان فيه مشاكل، واش على برا واش لداخل. لا حول ولا قوه الا بالله. علاش هاد الصراعات وعلاش هاد المشاكل وعلاش الانسان يعني تيكون هاني وتيخلق المشاكل يعني بيديه؟ ما فهمناش اخوتي العزاز. ما دارت لكمش القضيه ديال البدويه، ما دارت لكمش الراس لبعضين. الناس غير كتفرج ولكن ما كتاخذش يعني عبره. الناس غير كتفرج. انا تنشوف دابا الله يستر يا ربي تسترنا، الانسان كتوقع له شي حاجه تيبغي يشد يعني الحق بيديه. وهذا الشيء راه عيب وعار خوتي العزاز، وما يشرفش اليوتيوب المغربي وما يشرفش الاسر المغربيه الحقيقيه. هذا الشيء عيب وعار. هذا الشيء اللي ولينا تنشوفو خوتي العزاز. السيده غاده مع بنيتها تشوف الزوج ديالها تصدقات يعني ترفعات بها هذا سميتو، شدوها دقدقوها عصاو هرسوا لها التليفون وصدقات في السبيطارات. لا حول ولا قوه الا بالله. انا ماشي يعني حاليا تنضامن مع لبنى، بل تنقول ما خاصش يعني الانسان يخرج يبدا يخرج هاد الخرجات ويبدا يعني ياخذ الحق بيديه. هذا هو يعني هذا ديالي في هذا الفيديو. اما يعني الانسان الا كان مضرور من شي حاجه يتجه للقضاء. كاين شي حاجه سميتها القضاء. انت مضرور سير اتجه للقضاء ودير دعوه وخذ حقك، واكيد انك راه غادي تاخذ حقك. راه المخزن ديالنا ما غاديش يعني يضيع حتى شي واحد. ودابا هانتي دابا ورطاتك اختك ورطاتك وخرجات في اللايف وتتقول واعترفت باللسان ديالها ما استراتهاش. ويعني بغات ورطاتك واحد التوريطه خايبه، واحد التوريطه خايبه وجاتك من الاقارب ديالك، من الاخت ديالك.
لا حول ولا قوة الا بالله. لا حول ولا قوة الا بالله. الناس كتشوف الاغسنت وما كتشوفش راسها فين غاديه براسها. حسبي الله ونعم الوكيل. والله العظيم الا حسبي الله ونعم الوكيل. هادشي اخوتي كيضر في الخاطر، والله العظيم الا تيضر في الخاطر. والمهم تنقول انا بركه من هاد التحيماريت، وبركه من هاد المشاكل، وبركه من هاد الهجومات. بركه يعني صافي الناس عاقت بكم والناس فاقتوا، كتبقاو تتعياو تتبغيو ديروا يعني شي حاجه باش تطلعوا بها الاقصاص. بركه الاخوان ديالنا بركه. وكنتمنى اللي شاف الفيديو ديالي يبارطاجيه فضلا وليس امرا، ونتمنى ديروا تعاليق اسفل الفيديو فضلا خوتي العزاز. وكنشكركم على المتابعه ديالكم، تنشكركم على يعني على المشاهده ديالكم. وشكرا لكم بزاف خوتي العزاز، شكرا لكم بزاف بزاف.